عملت تصويت على الفيسبوك وسألتكم تحبوا نتكلم الفيديو الجاي عن ايه واخترتوا غسالات الأطباق رغم اني كنت عاملة الفيديو ده من 3 شهور إلا ان الأسعار اتغيرت تماما بعد زيادة الدولار ووصوله ل 30 جنيه. يلا بسرعة تعالوا نبتدي الفيديو. بس لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي فاطمة بعمل فلوجات وريفيوهات كتير أكيد هتفيدك. مش تنسي تشتركي في القناة ولايك وشير كتير للفيديو. يلا بينا نبتدي. وأول غسالة أطباق معانا هي غسالة أطباق بيكو 15 فرد، سعرها 21450. هي بيبقى لونها أسود زي ما انتوا شايفين كده. استهلاكها للكهرباء هي بتبقى كلاس A ودي حاجة مهمة جدا، واستهلاكها السنوي 22 كيلو وات في الساعة. تعالوا بقى نفتح غسالة الأطباق ونشوفها من جوه. غسالة أطباق بيكو ال15 فرد بتبقى 3 أرفف زي ما انتم شايفين كده. أول رف للمعالق والشوك والسكاكين، وتاني رف للبولات الصغيرة وكمان الكوبايات، وتالت رف بيبقى للحلل للحلل والأطباق الكبيرة، وكمان السنون بتاعتها بتتني. هي بتبقى 3 رشاش. تعالوا بقى نشوف غسالة الأطباق اللي بعد كده، وهي غسالة أطباق بوش. طبعًا في ناس كتيرة بيسألوني هي بوش دي التركي والّا الألماني؟ دي يا جماعة التركي، لإن الألماني سعرها غالي جدًا. سعرها 22.900. أنا عايزة أقول لكم إن الغسالة دي من 3 شهور بس حد من قرايبي كان جايبها ب9000 بس، دلوقتي وصل سعرها ل22.900. الأسعار غليت جدًا واتغيرت تمامًا واتضاعفت مرة و2 و3. ده بيبقى شكلها من جوه كده. هي بتبقى 2 رشاش، وبرضو السنون بتاعتها من تحت بتتني، ومن فوق السنون ما بتتنيش. طبعا غسالة أطباق واسعة. انتوا عارفين ان من اول 12 فرد لحد 15 فرد بيبقى العرض 60 والطول 85، وبيبقى فيه طبعا الباسكت بتاع المعالق والشوك والسكاكين. تعالوا بقى نشوف الغسالة اللي بعد كده. دي غسالة أطباق بوش بس دي الديجيتال. استهلاكها للكهرباء بيبقى بيه خلي بالكوا، ودي 12 فرد، لونها سيلفر. تعالوا بقى نفتحها ونشوفها من جوه. سعرها 27999 يعني 28000. ده بقى شكلها من جوه. زي ما انتوا شايفين كبيرة جدا وواسعة، تقدري تحطي الكوبايات كتير جدا والبولات كتير جدا، وتقدري كمان تحطي الأطباق الصغيرة. ما تحملوش على الرف العلوي يا جماعة علشان ما يكسرش منكم. وده شكلها من تحت، والسنون بتاعتها بتتني من تحت. تعالوا بقى نشوف الغسالة اللي بعد كده. ودي غسالة أطباق بوش بس دي 13 فرد، سعرها 25299. دي 13 فرد. دي بتبقى 3 درج، يعني 3 رشاشات. وزي ما احنا عارفين الدرج الأولاني للشوك والمعالق والسكاكين، والدرج التاني بيبقى للبولات الصغيرة والكوبايات، وكمان ممكن الأطباق الصغيرة. بوش من الماركات المحترمة جدًا اللي أنا باعشقها وباقدّرها جدًا. السنون بتاعتها بتتني من فوق، والسنون بتاعتها كمان بتتني من تحت. تعالوا بقى نشوف غسالة الأطباق اللي بعد كده، وهي غسالة أطباق Ocean. ودي Ocean بتبقى هي إيطالي، 12 فرد، سعرها 12650. تعالوا بقى نفتحها ونشوفها من جوه. زي ما انتم شايفين كده هي بتبقى 8 برنامج. استهلاكها للكهرباء ايه. بصوا بقى ده شكلها من جوه كده. الباسكت بتاعتها بتبقى بيضة. هي واسعة جدا زي ما انتم شايفين كده. العرض زي ما احنا متفقين بيبقى 60. بصراحة يعني أنا ما بفضلش ماركات مش معروفة قوي بغسالة الأطباق. يعني بدل هتشتري غسالة أطباق يبقى اشتري بقى ماركة حلوة وكمان الكل بيشكر فيها. تعالوا بقى نشوف الغسالة اللي بعد كده. دي اندست 6 برنامج 13 فرد، سعرها 13745. السنون بتاعتها مفيش أي سنون بتتني، بس التقسيمة بتاعتها حلوة جدا. وانتوا عارفين ان اندست تبع اريستون.
بس هي بتبقى عاملة لاين تاني. تعالوا بقى نشوف غسالة الأطباق اللي بعد كده، وهي بيكو 14 فرد 5 برنامج، سعرها 17,000. السنون بتاعتها ما بتتنيش، لكن من تحت بتتني عادي جدًا. وطبعًا موجود الباسكت، أو السلة بتاعة الشوك والمعالق والسكاكين، طبعًا واسعة جدًا، وبيكو برضه ماركة محترمة جدًا. تعالوا بقى نشوف اللي بعد كده، ودي ماركة فريش، هي بتبقى class A، سعرها 12,461. ده بيبقى شكلها كده. الغسالات اللي بتبقى 10 أفراد جميع الماركات، بتبقى العرض بتاعها 45 والطول بتاعها بيبقى 85. السنون بتاعتها ما بتتنيش ولا من فوق ولا من تحت. تعالوا بقى نشوف الغسالة اللي بعد كده، دي غسالة اندست 14 فرد، سعرها 19,799، وهي بتبقى كلاس بي، وبتبقى 8 برنامج. السنون بتاعتها مش بتتني. تعالوا بقى نشوفها من تحت كده، برضو السنون بتاعتها ما بتتنيش من تحت، وهي 2 رشاش زي ما انتوا شايفين كده، واندس تبع اريستون، وكمان الضمان واحد اللي هو ضمان بيتك، وهي بتبقى ايطالي. تعالوا بقى نشوف الغسالة اللي بعد كده، وهي تورنيدو. دي تورنيدو ديجيتال 10 افراد 7 برنامج، سعرها 9,069. زي ما اتفقنا العرض 45 والطول 85. تورنيدو بقى، من فوق السنون بتتني، ومن تحت برضو السنون بتتني، فدي ميزة حلوة جدا في تورنيدو. وطبعا تورنيدو بتبقى بضمان العربي. وطبعا موجود فيها الباسكت بتاع الشوك والمعالق والسكاكين زي ما انتم شايفين اهو. زي ما قلت لكم السنون بتتني من فوق ومن تحت عشان تاخد اكبر قدر من المواعين. تعالوا بقى نشوف الماركة اللي بعد كده، وهي ماركة بيكو، وانا كنت عامله لكم فيديو عنها قبل كده. بس طبعًا سعرها اتغيّر تمامًا، سعرها دلوقتي بقى 13,228، وهي بتبقى 5 برنامج. ولو عايزين أتوسّع لكم يعني في كلام عنها أكتر، أنا عاملة review عنها، ابقوا شوفوه في القناة. من تحت السنون بتتني زي ما أنتم شايفين أهو، وكمان بيبقوا حاطين لِك القمع اللي تحطّي فيه تحطّي بيه الملح. هي بتبقى class A. طبعًا لو عايزة الموديل تقدري تاخديه screen. تعالوا بقى نشوف الغسالة اللي بعد كده، وهي white point. دي 13 فرد. تعالوا بقى نفتحها من جوه كده. السنون بتاعتها بتتني من فوق اهو زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى نشوفها من تحت كمان، هي بتبقى 2 رشاش، واسعة جدا زي ما انتوا شايفين كده. وايت بوينت تركي زي بيكو. وايت بوينت وبيكو تركي، بس بيكو افضل شوية من وايت بوينت. وبصوا من تحت كمان السنون بتتني. ميزة إن السنون بتتني دي إنِّك تعرفي تحطّي حاجات كتير، يعني مش بتقيّدِك السنون إنِّك تحطّي مواعين معيّنة. تعالوا بقى نشوف غسالة الأطباق اللي بعد كده، ودي أريستون، 10 أفراد، سعرها 15,799. دي البكرة، بس هي شكلها محترم جدًا. الماركة دي محترمة جدًا، أنا باحب أريستون جدًا على فكرة. وفيها كمان خاصية إنِّك تقدري تحرّكي الرف العلوي تحطّيه فوق أو تحت، عشان إيه، لو حاطّة حاجة من تحت عالية. السنون بتاعتها ما بتتنيش ولا أي حاجة. هي بتبقى 5 برنامج. أريستون ماركة إيطالي، عيب أريستون الوحيد في خدمة ما بعد البيع، لكن هي كماتيريال ممتازة. تعالوا بقى نشوف أريستون 10 أفراد الديجيتال، سعرها 17,290، بتبقى 8 برنامج. تعالوا بقى نفتح ونشوفها من جوه. بصوا، شلنا الباسكت كده، هي السنون بتاعتها بتتني زي ما انتوا شايفين كده. لأ، وكمان فيها خاصية إنِّك تقدري تحرّكي الرف العلوي سواء تطلّعيه لفوق أو لتحت. زي ما إحنا اتفقنا العرض 45، أي غسالة 10 أفراد، العرض 45 والطول 85. كمان من تحت السنون بتتني، عشان كده سعرها أغلى، إن هي عدد البرامج أكتر، بتبقى 8 برنامج، وكمان السنون بتاعتها بتتني.
وكمان digital مش manual، وسعرها زي ما إحنا اتفقنا 17.290. تعالوا نشوف بقى الغسالة اللي بعد كده. دي غسالة أطباق إندست، وإندست تبع أريستون زي ما قلت لكم، وسعرها 13.750. هي بتبقى 5 برنامج، وبرضو الرف قابل للتعديل، إن انتي تقدري تطلعيه فوق أو تحت زي ما انتوا شايفين كده. هي السنون اللي فوق مش بتبقى كتير، مش بتتفتح، لا هي السنون بتاعتها ثابتة، مش بتتقفل وتتفتح. ومن تحت نفس الموضوع برضو، السنون مش متحركة، لا السنون ثابتة زي ما اتفقنا. اندست تبع اريستون، ودي ماركة اريستون اللي احنا قلت لكم سعرها قبل كده. دي اللي ببكرة مش ديجيتال، وزي ما قلت لكم سعرها قبل كده 15.799. دي اللي بتبقى 5 برنامج، انا وريتها لكم قبل كده. اريستون ماركة ممتازة جدا اللي تشتريها يعني وانتي مغمضة. هي عيبها الوحيد في خدمة ما بعد البيع. وبكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. حاولت اجيب لكم كل الماركات عشان تستفيدوا. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد. هتوحشوني.